السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا إلى كل خير فيه مصلحة الأمة جميعا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. في الفيديو ده أنا هكلمك على حاجات مهمة جدا للطيور. في الفيديو ده هنتكلم عن الأمراض اللي ممكن تصيب الفراخ بتاعتك، الأمراض اللي بتأخر نمو الفراخ بتاعتك. وهنتكلم عن الوقاية من الأمراض دي. طبعا كل مرض من أمراض الفراخ بيكون له علاج. لكن في الفيديو ده أنا مش هكلمك عن الأمراض اللي بتصيب الفراخ، أنا هكلمك عن إزاي إن احنا نقي الفراخ بتاعتنا من الأمراض دي. يعني مش هنستنى اما المرض يجي للفراخ وبعدين نعالجها، لا نحاول ان احنا نعمل وقاية للفراخ بتاعتنا. الفراخ زي اي حاجة بتاعتنا لازم تاخد وقاية من الامراض. طبعا كلنا عارفين ان الوقاية اهم من العلاج. يعني لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. ميزة حلوة جدا في الفراخ البلدي بتاعتنا ان الفراخ بتكون مناعتها قوية جدا ضد الامراض. عشان كده اقل حاجة، اول حاجة عشان نقي الفراخ بتاعتنا من الامراض، حاجة مهمة جدا كلنا بنغفل عنها. اول حاجة عشان الفراخ بتاعتك ما يجيلهاش على امراض، او ان احنا نقي الفراخ بتاعتها من الامراض. اول حاجة ان احنا بنشتري الفراخ، اول حاجة خالص بنعملها نشتري الفراخ من مصدر موثوق منه. يعني مثلا انت بتتعاملي مع معمل بتجيبي منه الفراخ وعارفه ان المعمل ده فراخه كويسه، فاشتري منه. ما تشتريش مثلا من الناس اللي بتلف كده بطيور، لان غالبا الطيور اللي بيلفوا بيها دي سواء كانت بط او فراخ بتكون فرز تاني، وساعات بتكون فرز تالت. فحاولي ان انت تجيبي الفراخ من مصدر موثوق منه، لان المصدر الموثوق منه ده هتكون الفراخ طبعا سليمه خاليه من الامراض. لان انت ممكن تشتريها من ناس او مش مصدر انت متأكدة ان حاجته كويسة وحاجته مضمونة ومجرباه مرة واتنين وتلاتة. فممكن تشتري الفراخ اصلا تكون مريضة. طبعا مريضة، عشان تيجي تربيها هتمر معاها بمشاكل وامراض كتير جدا، وفي النهاية برضو مش هتنفع. وحاجة تانية كمان ان الفراخ بتاعتك لو انت اشتريتيها اصلا مريضة، فبتخش على الطيور التانية بتمرض الطيور التانية كمان. يعني بتعدي بقى الفراخ التانية، يعني الفراخ جاية مريضة. لان طبعا كلنا عارفين ان الفراخ ممكن بتشتريها كتاكيت، ممكن بتشتريها نص تربية وتدخليها كده مع الطيور. فلو الفراخ اصلا مريضة فبتعدي الفراخ اللي عندك، فكده انت خسرت الفراخ اللي انت جايباها وخسرت الفراخ اللي عندك كمان. فاول حاجة ناخد بالنا منها، زي ما قلنا الوقاية خير من العلاج. اول حاجة هناخد بالنا منها ان هي ايه، ان احنا نشتري الفراخ من مصدر موثوق منه، الفراخ ما تكونش مريضة. تاخدي بالك برضو من الاكل والشرب بتاع الفراخ، عشان تغذيهم غذاء كويس عشان ما يجيلهمش امراض. الغذاء الكويس، الاكل بتاعهم طبعا المية بتغيريها كل شوية، او تغيرها مثلا مرتين او 3 مرات في اليوم. ده بيكون كويس جدا. المية النظيفة برضو بتكون حلوة جدا للطيور، لان المية الملوثة دي برضو ممكن تجيب امراض للطيور بتاعتك. فاحنا عايزين نقي نفسنا من الامراض، فنحاول نديهم مية كويسة. تاني حاجة الأكل اللي انت بتقدميه للطيور بتاعتك برضه عشان تقيه من الأمراض، الأكل يكون فيه عناصر غذائية بتكون مطلوبة أصلا للفراخ. زي ايه؟ زي الكالسيوم، لأن نقص الكالسيوم بيخلي الفراخ تنقر في بعضها، وبيخلي البط يجيله كساح. فلازم الأكل اللي انت بتقدميه للفراخ بتاعتك يكون فيه كالسيوم. الاكل نظيف مش ملوث. لو بتحط لهم بواقي اكل ما تجيبيش بقى اكل معفن وتحطيه لهم. بواقي الاكل مفيده جدا للطيور زي ما قلنا في فيديوهات قبل كده، لكن في نفس الوقت ممكن تكون مضره جدا للطيور لو الاكل معفن او الاكل ملوث. فخدي بالك من بواقي الاكل ان هي تكون سليمه. حط لهم الاكل اول باول، ما تستنيش اما الاكل يعفن معاكي او كده، لا حط لهم الاكل اول باول على طول. الاكل يكون فيه كالسيوم، يكون فيه فوسفور، يكون فيه املاح معدنيه. لو انت مش عندك املاح معدنيه، او مش هتقدريها توفريها في الاكل اللي انت تحطيه لهم، ممكن بتشتري كيس املاح معدنيه كده ومن عند الصيدليه البيطري، وتحطي للفراخ بتاعتك في الميه بتاعتهم.
حاجة حلوة جدا برضو وصفة الثوم والبصل، طبعا كلنا عارفينها. في فيديوهات كتير جدا لوصفات الثوم والبصل. وصفة الثوم والبصل دي بتكون من أهم المضادات الحيوية للفراخ بتاعتك، يعني مضاد حيوي كده طبيعي ضد الأمراض وضد الحاجة. امشي على الوصفة دي على طول، اعمليها مرتين في الأسبوع أو 3 مرات في الأسبوع. الخل البصل والثوم والليمون، وصفة جميلة جدا. طبعا زي ما قلنا التهوية، المكان يكون مهوي كده، ما يكونش مكتوم. مساحة الطيور بتاعتك ما يكونش المكان ضيق وحاطة فيه مساحة كبيرة جدا، لا خلي المساحة يعني الطيور كده واخدة راحتها. في تهوية. طبعا الشمس دي من أهم أسباب الوقاية من الأمراض. زي كلنا ما احنا عارفين ان الشمس زي ما هي مفيدة للطيور بتاعتك الإنسان، الشمس برضو مفيدة للطيور بتاعتنا قوي قوي قوي. طبعا لو انت بقى عايزة تخلصي من موضوع شراية الفراخ ده، ممكن ترقدي الفراخ عندك. عملية الترقيد الطبيعي، يعني لو عندك رومية ممكن تحطي تحت منها فراخ. لو عندك بطة برضو نايمة ممكن تحطي تحت منها فراخ، فانت كده هتضمني ان الفراخ اللي طالعة من عندك فراخ سليمة 100%. لان انت اصلا عاملة لها ترقيد طبيعي عندك في البيت. او ممكن لو مش عندك حاجة هتنام، ممكن تعملي عملية ترقيد صناعي اللي هي نظام الكرتونة، وتحطي فيها لمبة وتعملي فتحات كده في الكرتونة. او ممكن انت توديهم فقاسة، عارفة ان الفقاسة دي كويسة، ممكن توديهم فقاسة برضو لو انت منتيش ضامنة الناس اللي انت بتشتري منهم الفراخ. حاجات بسيطة جدا، لكن على الرغم من كده فإيه ان هي مهمة جدا للطيور بتاعتك، عشان بتقيها من الأمراض. لأن الأمراض، أمراض الطيور كتير جدا. أمراض بتصيب الفراخ، زي أمراض السالمونيلا، الشوطة، مرض الدمعة كده اللي بيجي في العينين، أمراض كتير جدا بتصيب الفراخ بتاعتنا. البط نفس الحكاية، بيبقى له أمراض مخصصة كده برضو. فعشان نقي نفسنا من ما نخشش في دوامة الأمراض ونجيب علاجات، وطبعا كل العلاجات دلوقتي غالية جدا. علاجات البيطري، مشكلة الصيدلية البيطري إن ما بيكونش مكتوب عليها سعر الأدوية. فأنت بقى والدكتور بتاعك أو الصيدلية اللي أنت بتشتري منها، يعني ممكن حاجة تكون ملهاش أي قيمة ويحسبها عليكي ب90 جنيه 100 جنيه، وهي أصلا ما تستاهلش 10 جنيه. لان اللعب في موضوع الادويه بتاعه البيطري ده بيكون صعب جدا. طبعا ده نظرا لان الادويه البيطري مش مكتوب عليها اسعار، فطبعا الدكتور البيطري بيبيع بكيفه كده وبيبيع بمزاجه، يعني بيسعر الحاجه كده بكيفه وبمزاجه. فنقي نفسنا من ان احنا نخش في دوامات الدكاتره البيطري او الصيدليات البيطري. بالحاجات البسيطه دي، الحاجات البسيطه، نظام تهويه، نظام شمس، وصفه الخل والثوم. الاكل يكون فيه جميع العناصر الغذائيه اللي الطيور بتحتاجها. حاجات بسيطه لكن بتفرق في صحه الطيور جدا. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، اتمنى ينال اعجابكم ورضاكم. ما تنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركي، فعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.